يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح كل حاجة جميلة، يا صباح التفاؤل. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رايحة فين يا هبة؟ انا دلوقتي الساعة كانت حوالي الساعة 6 الصبح. قلت اما اروح السوق، احنا النهاردة الحد يعتبر يوم السوق بتاعنا. هنجيب طلبات تكفي بيتك من الخضار حوالي 10 ايام. هو الخضار غالي اوي النهاردة بصراحة. هنحاول نوفر ان شاء الله ونجيب ب200 جنيه. انا استغربت بصراحة من اسعار الخضار النهاردة، يعني بجد الاسعار كانت غالية اوي. انا كنت متوقعة ان انا هجيب حاجات اكتر من كده، بس الحمد لله جبت حاجات تكفي بيتي حوالي 10 ايام. يلا بقى نصلي على النبي. ولو وصلت لحد هنا يا ريت تدعميني بلايك واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. معاكم عالم هبة. اهي ال200 جنيه دي هتشبرنا النهاردة، هتعمر بيتنا وتمليه بالخير والبركة. هنعمل ايه؟ لازم نتأقلم مع الظروف اللي حوالينا، لازم نمشي على قدنا، لازم نحاول ندبر. انت ست البيت شاطرة ومدبرة، لازم تبهري كل اللي حواليكي. يلا بينا. الشنطة دي على فكرة ديت شنطة كارفور، بس كانت عندي من قبل المقاطعة، بس بتساعدني ان انا بروح اجيب الطلبات سريعة واركب توك توك بسرعة واجي، لان السوق قريب اصلا من البيت بتاعي. احسن ما اخد الشنطة العجل وبتخليني ما اقدرش اتحرك في السوق بسرعة وكده. تعالى يلا نشوف ال200 جنيه دي هتجيب ايه، وهنحاول نوفر ونمشي بيتنا على قد احتياجاتنا. على قد انا مجبتش حاجات كتير، انا جبت طلبات بسيطة، الطلبات الاساسية، وفي نفس الوقت جبت لولادي فاكهة برضو منها. فتعالوا نشوف جبنا ايه. انا دلوقتي خلاص رحت السوق ورجعت، انا مبكملش حاجة، حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع بكتير واكون موجودة في البيت. تمام. تعالوا ما نشوف الشنطة اهي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اتملت من خيرات الله. كل اللي يجيبه ربنا خير. تعالوا ما نشوف، نفتح معانا الشنطة كده ونشوف جبنا ايه. اول حاجة انا جايبة 2 كيلو عنب، هقول لكم برضو بالاسعار. الكيلو كان ب30 جنيه، جايبة 2 كيلو عنب ب60 جنيه. تمام، عشان الولاد بيحبوه كده والجو حار، حاجة ترطب على قلبنا. ما تستخسريش، جيبي على قد امكانياتك حتى لو كيلو واحد. تاني حاجة انا كان عندي هنا بتنجان، جايبة خضرة للمحشي برضو. الخضرة الربطة ب5 جنيه، احنا كنا بنجيب التلاتة، الربطة ب5، جايبة الأربعة ب20. كل واحدة حسب المكان الموجودة فيه. برضو جايبة 4 ربط ب20. جبت ربطة ملوخية ب5 جنيه. قلت في مرة مثلا تاني يوم هنا عاملة محشي، اعمل لهم ملوخية، اعمل ملوخية واكل شعبي، اعمل ملوخية ورز. حاجة تسد وحاجة اقتصادية وحاجة تمشي اليوم. اكتر حاجة انا فرحانة منها ان انا كنت مفرزة صلصة الطماطم ال2 كيلو ب25 جنيه. فانا جبت على قد اللي انا لو هعمل سلطة، لو هقطع طماطم على فول على حاجة، يكون عندي طماطم جامدة في التلاجة بتاعتي. جبت فلفل، ده نص كيلو فلفل. الكيلو كان عامل 15، ادتني النص ب7. تمام. انا بقول لكم اهو بالاسعار. هي الطماطم جبت 2 كيلو بس، لان انا بصوا على الرغم من انها كانت غاليه، بس والله فرحت جدا ان انا لحقت اخزن وافرز الطماطم بتاعتي. البطاطس اللي غاليه قوي 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 قوي، ال2 كيلو ب45 جنيه. جبت برضو احنا مش اكلين بطاطس قوي، بس ايه، قلت تبقى موجوده في البيت، يعني ممكن ال2 كيلو دول يقعدوا عندي اسبوع، 10 ايام كده. 2 كيلو بطاطس ب45 جنيه. ايه تاني يا هوبا؟ جبت ايه تاني؟ كده جبت بطاطس وملوخية وعنب وخضرة محشي. هتقولي لي هتحشي ايه؟ عندي بتنجان في التلاجة كنت جايباه، وادي فلفل والطماطم، وجبت ليمون. الليمون دوت نص كيلو كان ب20 جنيه، يعني كيلو الليمون عامل 40 جنيه دلوقتي. انا مش عارفة، اول مرة الحاجات دي كلها تغلى مع بعض. يعني كان مثلا تيجي فترة تلاقي الطماطم غالية،
الخيار الكيلو عامل 20 جنيه، جبت بس نص كيلو لان انا بيبوظ عندي في التلاجة، والخيار لوحه مش طويلة، فانا جبت نص كيلو على قدي ب10 جنيه. تمام. كان مثلا موسم تلاقي الطماطم هي اللي غالية، باقي الخضار رخيص، تلاقي البطاطس مثلا في اخر الموسم هي اللي غالية، تلاقي باقي الخضار رخيص، فكنت بتعرفي تظبطي. لكن دلوقتي تلاقي لقيتي كله غالي، او جبت بطاطس، ملوخية، عنب، خضرة للمحشي، فاض كام بقى يا هبة من ال200 جنيه؟ راجعة ب3 جنيه. 3 جنيه دول هنحطهم في حصالة التوفير بتاعتنا، احنا قلنا كأنك صرفتي كله، ان شاء الله تحطي فيها كل يوم جنيه، المهم انك تكوني بتحطي حاجة على جنب. اه الفلفل شوفي كل حاجة طازة، لان انا رايحة بدري، احنا السوق عندنا بيبدأ تقريبا من بعد الفجر. فكل حاجة تلاقيها كده طازة، لان انا رايحة يعتبر بعد الفجر اهو بساعة ولا بساعتين، فكل حاجة طازة طازة. انا قلت اهرب من الحر، وفي نفس الوقت الحاجة الصبح بتبقى نظيفة ولسه ما محدش خد منها كتير، يعني الحاجة بيكونوا لسه البياعين اصلا بيفضوا على الفرشة بتاعتهم. يا ريت لو وصلتي لحد هنا واستفدت من الفيديو بتاعي تعملي لايك وكومنت وتنزلي تحت في الكومنتات تصلي بينا على النبي، صلي معايا وخدي ثواب وانا اخد ثواب صلاتك على النبي، وقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزه بيتك يتملي بركه دايما، صلي على النبي. كده عمري بيتك بذكر الله. مع الف سلامه.